بص الحركة دي. بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايبي. النهاردة هنعمل أشهى وأجمل بيتزا من 5 جنيه عشرينو. قيمتها الغذائية عالية جدا بسبب المكونات اللي فيها، وكله من البيت وعلى قد الإيد. يلا نشوف الطريقة. حبايب قلبي، من 5 جنيه فينو هنعمل أحلى بيتزا. هنقطع العيش الفينو زي ما انتوا شايفين قطع كده. هخلص ابو 5 جنيه ده طبعا مش ب5 وهرجع له. بعد ما قطعت العيش الفينو حطيته في كيس كده احفظه، هبتدي بقى في الخطوة اللي بعد كده. طبعا انا المقادير بتاعتي هديكم مقادير صينية واحدة عشان انا هعمل كذا صينية. فمقادير صينية واحدة هنحط بيضتين، على مج لبن، مج او ما يعادل مج، يعني 250 جرام، ربع كيلو. معلقة صغيرة، نص معلقة فلفل اسمر، معلقة بيكنج باودر، معلقة ملح. يبقى مج لبن، معلقة ملح، مع نص معلقة فلفل اسمر، بيضتين. وهنقلب المكونات دي كلها مع بعضها كويس جدا. بعد كده هبتدي ان انا ادهن. طبعا لو انتوا شفتوا الفيديو بتاع الزبدة اللي عملناها سوا، نيوزيلندي اللي عملناها في البيت من كوباية لبن، هي دي الزبدة. هندهن كويس قوي الصينية بالزبدة، ماشي. ونبتدي بقى نرص العيش بتاعنا، اي عيش توست يعني، اي حاجة ان شاء الله يكون فطير. بنرصه كده، وكان في شوية فتافيت رشيتهم على الوش. بعد كده دلوقتي يا حبايب قلبي الخليط اللي احنا عملناه، اللي هو بيضتين، كوباية لبن، نص معلقة فلفل اسمر، ونص معلقة بيكنج باودر، وهنصبه كده زي ما احنا شايفين على الصينية بتاعتي. وهدخلها الفوق، هحطها على النار لما الوش اللي تحت يستوي، وهرجع لكم. يعني هي هتاخد بتاع دقيقتين كده على النار. حبايب قلبي، زي ما احنا شايفين فلفل جوليان، طماطم جوليان اصفر، وفلفل احمر، وفلفل اخضر، وبصل جوليان، كله جوليان. طيب احنا البيتزا بتاعتنا سريعة، يعني هندخلها الفرن ونخرجها بعد 10 دقايق مش اكتر. طب هنعمل ايه؟ هنبتدي نشتغل في الحاجات اللي هي تحتاج سوا بس، على نار تقليبه كده، نشوحها بالزبدة بتاعتنا اللي احنا عاملينها مع بعضينا، وبعدين نخرج بقى نشتغل في البيتزا. هبدأ دلوقتي ان انا احط قطعة من الزبدة بتاعتنا نشوح بيها، معلقة كبيرة كده، لان طبعا الكمية بتاعتنا كبيرة. لكل صينية طماطمتين جوليان، بصلة صغيرة خالص جوليان، فلفلة احمر، فلفلة اخضر كبيرة، وفلفلة اصفر جوليان. لكل صينية هنحط واحد من كل حاجة، طماطم 2 خلاص، وبصلة تكون صغيرة. ابتدي انزل بالبصل. انا مجرد ان انا هدبل الحاجة بس، فلما الشواية بتاعت الفرن تشتغل عليها يبقى ايه حاجة دبل. هنقبل بالبصل تقلبتين، يعني كل الموضوع مش هياخد دقيقتين على النار. احنا هنقلب البصل تقلبتين ونحط الفلفل. حطينا على البصل نص معلقة ملح عشان توحد اللون. هنقلب البصل بس دقيقة، ان هو اكتر حاجة محتاجة تتقلب، وهرجع لكم. البصلة بتاعتنا طريت شوية، هبتدي احط الفلفل الاخضر، هقلبها برضو تقلبتين بس كده، وانزل بالفلفل الاخضر.
بعد ما قلبنا الفلفل الاحمر تقليبتين هنحط الفلفل الاصفر. وعلى فكرة لو الخضار بتاعي ده فاض منه حاجة بتتشال عادي جدا، تتحط في اي وقت تاني تبقى جاهزة عندك. اللي بتزاي بقى تجيبي العيش تقطعيه وتتعمل في ساعتها بدون اي مجهود منك. واخر حاجة هنحط الفلفل الاخضر، هنقلب لحد ما الفلفل الاخضر بتاعي يدبل، ونخرج بقى اللقطة الجاية تلاقوني بنجهز البيتزا مع بعض. بالشكل ده حبايبي رجعتها تاني في الصينية. هبتدي احطها على النار لمدة دقيقتين تاني تاخد وش زي ده، وهنشتغل نزوق فيها. الصينية اللي هي عاملينها بقى بالتوست، اي توست عندي، ده توست انا خبزاه، ده توست مثلا شارياه جاهز، اي توست. هنحط برضه نفس القصة، نقلبها على صينية تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك يا رب. كده وبرضو هنعمل نفس النظام، هنرجعها تاني في الصينية بعد ما ندهن الصينية ونحط شوية سائل من اللي كنا عاملينه، وهرجع لكم بعد ما نخلص عشان نزوق الوش ونحطها بقى في الفرن. حبايب قلبي انا زوقت الصينية الكبيرة، دلوقتي هعمل معاكم صينية صغيرة. اللي في ايديا ده عبارة عن معجون طماطم، لو ما فيش يبقى صلصة طماطم عليها سنة ملح وسنة 7 بهارات، حاجة بسيطة اوي. لكل صينية معلقتين معجون كده. ولو عندك صوص البيتزا يبقى خلاص هتحطي صوص البيتزا على طول. بعد ما دهناها هنحط عامله زي ميكس جبن انا النهارده. لو عندك الجبنه الكريمه دي كنت عاملاها معاكم في القناه قبل ما تسرق مني، وهبقى اعيدها ان شاء الله. بحط كده على الصلصه معلقه جبنه كريمي. بعد كده عندي بلوبيف فرمته عاملاه معاكم على القناه، وهعمله تاني بالشكل ده. كان في كمان قطعتين لحمه اتبقوا من الصينيه الكبيره اللي هما كده لحمه بالخضار، كنت عاملاها معاكم برضو في فيديو من الفيديوهات، خليتهم مع البلوبيف يبقى ميكس لحوم بالشكل ده. واي حاجه عندك بقى، يعني اي حاجه عندك عايزه تحطيها ان شاء الله تعمليها ميكس جبن بس. خلاص. عندي كمان بلوبيف اللي حطينا عليه بنجر ادى لون، حط منه كده قطعه بالشكل ده. عندي كمان الخضار بقى بتاعي هحطه اللي احنا عملناه مع بعض دلوقتي، الفلفل والبصل بكل اشكالهم وانواعهم. عايزه اقول لكم انه الفلفل طالع تحفه، انا قاعده انقنق فيه بالشكل ده. نحط بقى شويه طماطم، شويه الاول شويه زيتون. هي الخرطه خرطه، مش ما يعني اللي ياخد خرطه ما ياخدش غيرها خلاص. مشبعه جدا على فكره، وهايله جدا جدا فوق ما تتخيلوا في طعمها. انا مش اول مره اعملها. الطماطم بقى نحطها على الوش، دي الحاجه الوحيده اللي ما شافتش النار، فعلشان تتبل. بس كده كفايه قوي. بعد كده هنحط بقى جبنه الموزاريلا. التليفون مش راضي يثبت على الحامل.
الكاميرا مش عارفة اشغلها فاصلة، ومضطرين نقعد تحت رحمة الموبايل الجميل اللي مش راضي يثبت على الحمل. لو احنا حاطين جبنة تحت هو هيبقى زي ميكس جبن كده. يلا بينا بقى نحطهم الصينيتين، هندخلهم الفرن لمدة 10 دقايق تحت الشواية، الجبنة بس تسيح والطماطم تدبل شوية، ونقدم احلى واجمل بيتزا متحبشة زي ما انتوا شايفين، وكلها حاجات من البيت، كلها حاجات من البيت، وحتى لو اشترينا هتبقى حاجات بسيطة جدا. الف هنا وشفا عليكم على اي استنوني اوريها لكم بقى في النهاية شكلها النهائي. وبكده البيتزا بتاعتنا خلصت حبايب قلبي. انا بحبها محمرة كده، لو انتي حابة ان هي تكون افتح براحتك، دي حاجة ترجعلك. بالهنا والشفا. انا عايزة اقول لكم طعمها يجنن يجنن، وانا بقطع كده حتة دقتها تحفة، جربوها هتدعولي. وبألف هنا وشفا عليكم عليا، وان شاء الله مع بعض في وصفة جديدة ان شاء الله الفيديو الجاي.